جماعه لو سمحتوا نجمع هنا، الراجل ده بيقول كلام مهم جدا. جميل بيتفرج علينا دلوقتي يعني. نجمع هنا قدام الملايين. اه بعد الحلقه الحقيقه انتوا الملايين دول انتوا هتموتوهم، انت وامثالك هتموتوهم قريب والله. تخيل انت مثلا خدت الكونفدراليه حلو اللي فاتت، جميل وخدت السوبر الافريقي، جميل. وخدت دوري ابطال افريقيا. ايه ده؟ ايه ده انت يا اخي؟ ايه يعني؟ ايه بعد كده يعني؟ ايه ده انت يا اخي؟ حرام عليكم. وصلت المرحله لم ولن يصلها نادي افريقي. ما هو اعتقادي الشخصي هيوصلها ازاي؟ راجل ايه قاطع وحاسم، ما هيقولكش ده طارق يا جماعه ده راجل بيتكلم في الاعلام الرياضي، موسم، وده راجل من كوادر نادي في الزمالك. حد كده يا جماعه خد بطوله دوري ابطال افريقيا، ابطال الدوري والكونفدراليه والسوبر الافريقي. ومش هيحصل يا حبيبي لانه ما ينفعش. المصري ده ده بيعيدها تاني. بنتكلم على البطولات القاريه، لكن انت بتتكلم على 3 بطولات من العيار الاقوى، 3 بطولات في افريقيا. ماشي. يعني انت خدت كده مثلا بطوله اوروبا، كمان اوروبا، كانك خدت، كان مثلا ريال مدريد دي معاهم خد بطوله اوروبا، وخد السوبر الاوروبي، وخد كاس الكؤوس الاوروبيه دي. ازاي يا جدع؟ اللي هي بطل الكاس يعني. انا سعيد بيك اقسم بالله. نادي هيخش بقى منطقه ثانيه، هيطلع المريخ. يرجعوا برضه يعملوا الكلام ده بالنقط تاني ولا ايه؟ مش فاهم يعني. النقط يعني انت لو خدت مثلا بطوله افريقيا يبقى انت واخد 3 بطولات قاريه، اما انت واخد 9 قاريه وما خدتهاش. يعني انت واخد 9 بطولات قاريه وما خدتهاش. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني طب انت بتعمل ايه؟ فالقصه صعبه جدا.